إن دولة الاحتلال التركي منذ نشوئها فيما يسمى الإمبراطورية العثمانية وفي عهدها عندما أطلق عليه الحلفاء اسم الرجل المريض، دائما في مشاريعها الاحتلالية لها استراتيجية تسعى إلى تطبيق هذه الاستراتيجية. وإن دولة الاحتلال التركي أي الدولة التركية الحديثة تسعى إلى تحقيق نفس الاستراتيجية التي سعت إلى تحقيقها الإمبراطورية العثمانية. إن تدخل تركيا في الملف السوري ليس كان مجرد تدخل عادي، ولكن كانت لها أهداف استراتيجية. من ضمن هذه الأهداف الاستراتيجية ألا وهو تحقيق وتطبيق الميثاق الملي على أرض الواقع، والذي ينص أحد بنود الميثاق الملي بأن حدود الدولة التركية الحديثة تمتد من البحر المتوسط غربا إلى موصل وكركوك شرقا، وبعمق حتى 45 كيلومتر للمناطق ذات الغالبية السنية. أي أن الاحتلال التركي لمنطقة عفرين وباقي المناطق في سوريا الهدف الاستراتيجي منه هو تحقيق الميثاق الملي والسيطرة على جميع هذه المناطق وضمها إلى الدولة التركية الحديثة. إضافة إلى الانضمام الجغرافي لهذه المناطق إلى الدولة التركية الحديثة، هناك استراتيجية أخرى، استغلال جميع المكونات وخاصة المكون السني وفرض الذهنية السنية السلفية. هذه حقيقة، وفرض هذه الذهنية في المناطق المحتلة. والآن تقوم دولة الاحتلال التركي بفرض هذه الذهنية في المدارس في عفرين، وخلق عبودية الشخص مثل ما كانت تعمل الدولة العثمانية بعبودية شخصية السلطان العثماني. الآن تقوم دولة تركيا بفرض هذه الذهنية برفع شعارات وصور رجب طيب أردوغان وتقديس اللغة التركية وبأنها هي لغة الأم وبأنها هي لغة الجنة. إذن دولة الاحتلال التركي لها استراتيجية جغرافية سياسية ضم أراضي الشمال السوري إلى الدولة التركية الحديثة، إضافة إلى فرض الذهنية السنية الإسلامية السلفية وجعلها مركز وبؤر لتجميع الإرهابيين واستخدامهم للمصالح الشخصية، مثل ما فعلت في تاريخها أثناء الإمبراطورية العثمانية عندما كان الجيش الإنكشاري أيام العثمانيين كانوا مرتزقة. لذلك تركيا تريد أن تعيد التجربة، وحقيقة في المناطق التي سيطرت عليها استطاعت أن تخرج وتصنع مرتزقة العصر من السوريين، وقام بإرسالهم إلى ليبيا، إلى يمن، إلى أذربيجان وغيرهم إلى المناطق. إذن الاحتلال التركي لشمال سوريا ليس مجرد احتلال عادي، بل هو يعتمد إلى استراتيجية تركية خطيرة، تمجيد وتحقيق أمجاد السلطنة العثمانية بكافة جوانبها، الجوانب سواء الجوانب الجغرافية، سواء الجوانب السياسية، سواء الجوانب الفكرية والإيديولوجية.